اصله عفرت لنا الطاقيه دي، بقى الطاقيه لخفه، يعني اللي يلبسها يختفي ما يبانش. تخيل معايا كده لو لقيت طاقية تلبسها تختفي حرفيا محدش يشوفك، لا قانون هيحاسبك ولا ضمير هيزن ولا الناس هتقولك عيب. هتعمل بيها ايه؟ هتنتقم، تسرق، تراقب الناس، ولا تستغلها عشان تعيش حلمك، توصل للنجاح، تكسب اللي بتحبه؟ فيلم طاقية الإخفاء اللي كلنا فاكرينه فيلم خفيف زمان، طلع في الحقيقة بيبص جوه نفسنا وبيقول لنا انت مين لما تختفي عن عينين الناس. بطلنا اسمه عصفور، وصعب تلاقي له اسم اوقع من كده. عصفور بجد مش بيغرد، بيتهز من اقل نسمة، صحفي بسيط عايش في عالم ما بيحبش البسطاء، كل شغله فشل في فشل، ومفيش سبق صحفي ولا حتى خلفي. بيحب امال، بنت رقيقة من اللي لما تشوفهم تحس انك محتاج معجزة عشان تستاهل، لكن الحب مش بيكفي، لازم مستقبل، والمستقبل هنا مش باين له ملامح. عصفور يلبس الطاقية ويختفي، أول حاجة يعملها يروح يعمل سبق صحفي مع رجل الشوكولاتة اللي كان صعب جدا على أي صحفي يوصله، وفجأة بقى أشهر صحفي في الجورنال. الناس تندهش، المدير ينبهر، الصحاب يتغيروا. بس الحقيقة مفيش تعب، مفيش مجهود، في طاقية. أبوه قمر الدين عطار طيب، من النوع اللي يقول حكم في نص الكلام، وأخوه فصيح على قد حجمه الصغير على قد ما دماغه كبيرة وفضوله أكبر. وفجأة وهو بيلعب في معمل أبوه يولع الدنيا وتظهر حاجة مش متوقعة، عفريت بيختفي ويسيب وراه بودرة اللي يلمسها يختفي. وهنا بيدخل عنصر الخيال، بس وراه واقع بعد ما طاقية فصيح لمست بودرة العفريت وبقت وسيلة للهروب من الفشل، من العجز، من الناس. الطاقية دي تقدر تخش أي بنك وتاخد اللي أنت عاوزه. انت الظاهر نسيت ربنا، هي دي نعمه بعتها لنا ربنا، لازم نستعملها في عمل الخير. عصفور مش شرير، لكن ساب نفسه لفكرة أنا مش بعمل حاجة غلط، أنا بستخدم فرصة. بس السؤال هنا، هل الفرصة دي عادلة؟ وهل النجاح من غير منافسة يعتبر نجاح أصلا؟ النجاح الحقيقي مش في النتيجة، في الطريقة اللي وصلت بيها للنتيجة. ودي أول لحظة الفيلم يرمي فيها سؤال، هل إحنا طيبين ولا بس الظروف عمرها ما سمحت لينا نبين الوش التاني؟ أمين الشرير اللي وراه طمع وشهوة سلطة وجوع شهرة، لما يعرف سر التقية ما يفكرش لحظة، يسرقها ويبدأ يستخدمها في كل حاجة غلط، يسرق فلوس، يجمع ثروة، يبني مجد على حساب الناس، وبالمرة يحاول ياخد أمان من العصفور لأنه بقى عنده كل حاجة. أمين مش مجرد شرير كرتوني، ده رمز لأي حد القوة وقعت في إيده فافتكر نفسه فوق القانون. وهنا الفيلم بيقدم مقارنة واضحة، نفس الطاقية، نفس البودرة، نفس القدرة، بس الشخصين والنيتين مختلفين. واحد بيحاول يثبت نفسه والتاني بيحاول يمتلك كل شيء، وده يخلينا نفهم ان القوة مش خير ولا شر، النية هي اللي بتغير كل حاجة. طاقية الإخفاء هنا مش مجرد أداة سحر، هي رمز لحاجات كتير في حياتنا بتخلينا نتصرف واحنا مستخبيين. كل واحد فينا عنده طاقية بشكل أو بآخر، السر اللي بنستخدمها على السوشيال ميديا، الوش اللي بنلبسه قدام الناس ونشيله في البيت، الفلوس اللي بتخلينا نعمل اللي عايزينه من غير حساب، وحتى الكذب الأبيض طاقية صغيرة بنستخبى وراها. الفيلم بيقولك ببساطة إن الطاقية بتخبيك عن الناس لكن بتظهرك قدام نفسك. الطاقية خلت عصفور ينجح وخلت أمين يفسد، وفي النهاية بينتصر الخير على الشر، وعصفور بيتجوز أمال وأمين بيتقبض عليه. فيلم طاقية الإخفاء ضحكنا كتير، بس لو ركزنا هنلاقيه بيعلمنا أكتر، لأن في الآخر الإنسان الحقيقي مش اللي بيستخبى، الإنسان الحقيقي هو اللي يقدر يكون شفاف وهو ظاهر. وبس كده، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو. اعمل عمايل ما عملتهاش الابلسه، احقق بيها اللي ما خطرش على بال اغنى مليونير، اضع يدي على خزاين كل البنوك، انضف الصاغه، اخلي دكانتي هي الصاغه القديمه والجديده، اربي بيها اولاد الحته دي